السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايبه لكم وصفة سهلة جدا جدا لو انتوا قاعدين بالليل كده ونفسكم في اي حاجة حلوة. معانا كوبايتين دي بس، وكمان ما كملوش معايا كوبايتين. اخر حاجة كانت عندي والله، بصوا، وحطيت عليهم ذرة ملح صغيرة ومعلقة سمنة. هي دي الحلويات بتاعتنا النهاردة. وهنعجن طبعا بمية دافية. الكوبايتين دي عليهم معلقة سمنة، انا حطيت معلقة سمنة بلدي. وهنعجنهم كويس. بصوا، عجينة جميلة قوي وطرية وزي الفل. هنسيبها طبعا تستريح شوية، هي مش هتخمر عشان ما فيهاش خميرة. وبعدين هنبتدي كده ايه، نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انتوا تقدروا بقى تقطعوها باي شكل، التقطيع يعني مش هيفرق خالص. انا قطعتها بالشكل دوت كده. وطبعا النهارده بقى هقول لكم ان احنا طبعا مش هنحطها في الفرن، احنا هنقليها. هي دي بقى البقلاوة، البقلاوة السريعة، طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. انا كده كنت بختبر الزيت. بعد ما اختبرت الزيت كده ولقيته ان هو سخن قوي، ابتديت احط فيه كده. بصوا، بصوا ما شاء الله بينتفخ كده وجميلة. هنقلب طبعا ايه، واحدة واحدة كده. بصوا لحد ما توصلوا للي انتوا عايزينه. بصوا بسم الله ما شاء الله، شكلها جميل جدا. احنا طبعا هنزينها بسكر بودر كده. وانا هحط عليها جوز الهند، لو عندك اي مكسرات حطي. انا بصراحة ما كانش عندي غير جوز الهند وسكر بودرة. بصوا جميلة جدا وطعمها بجد والله العظيم جميلة، ولا اسهل من كده. ما شاء الله منفوخة جدا وهشة. بألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا جميلة ازاي. لو عجبتكم بقى الوصفة متنسونيش في اللايك والتعليقات الحلوة بتاعتكم، ولو لسه ما اشتركتيش اتشرف ان انت تشتركي في قناتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.